في حياة كل واحدة بيجي وقت بتحس فيه إن الدنيا كلها ضدها، بتدور فيه على الحب والأمان، بس القدر بيقرر يلعب معاها لعبة ما كانتش مستعدة ليها. هبة اللي عمرها ما تخيلت إن الجواز اللي حلمت بيه هيبقى بداية لنهايتها، حكاية خيانة ومرض وألم في وسط مجتمع بيحكم على الضحايا قبل الجناه. ويلا نبدأ الحكاية. هبة بنت عندها 30 سنة، من عيلة متوسطة، عايشين في شقة صغيرة في حتة مش غالية قوي. اشتغلت كتير وحاولت تحقق حاجة في حياتها، بس لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي. أمها الست نادية دايما تزن عليها وبتقارنها بزمايلها اللي كلهم اتجوزوا وعندهم عيال، وبتقول لها دايما: يا هبة، لحد امتى يا بنتي هتفضلي لوحدك؟ كل البنات اتجوزوا وعاملين بيت وانتي لسه. هبة كانت بتحس بضغوطات كتير جدا ومش عارفة ترد ازاي، لأن قلبها مكسور من كذا علاقة فشلت قبل كده، ومش حابة تتسرع. ومن كتر الضغوطات المستمرة من أمها، ابن عم هبة اسمه أحمد جه لبيتهم مع خبر جايب لهبة عريس. هبة ما كانتش تعرف عنه أي حاجة غير إن شكله كويس ومناسب، ومستواه الاجتماعي والمالي مشابه لمستواهم. أمها نادية فرحت وقالت: ده هو ده المناسب ليكي يا بنتي، ما تفكريش كتير، سنك ما بقاش صغير ولازم تتمموا الموضوع ده. هبة رغم إن عندها قلق وشوية خوف من المجهول وافقت، لأنها حست إن الوقت بيعدي عليها، وكمان عايزة تريح أمها. اتفقوا إن الجواز هيتم خلال شهرين، وبعدها تبدأ حياتها الجديدة. العريس كان اسمه سامح، وكان مستعجل جدا على الجواز، ومحدش من العيلة لحق يسأل عنه أو يعرف عنه أي حاجة. كل اللي عرفوه إنه شاب ظاهر عليه الهدوء والجدية، وده خلى الكل يصدق إنه مناسب. في ليلة الدخلة هبة كانت متحمسة، لكنها في نفس الوقت متوترة. كانت بتتمنى إن الليلة دي تكون بداية حياة جديدة كلها حب وسعادة. لكن فجأة سامح طلب منها حاجة غريبة، طلب منها إنه يستخدم الواقي الذكري. هبة اتفاجئت وسألته: إيه؟ بتقول إيه؟ سامح بصدق وبخوف قال لها: أنا عندي فيروس ولازم أحميكي. الليلة دي قلبت كابوس، وهبة اتخانقت معاه بشدة، وحست إن الدنيا بتنهار حواليها، وما كانتش تعرف تتصرف إزاي. بدل ما تكون أجمل ليلة في حياتها، بقت ليلة نكد ودموع وصدمة. في اليوم التاني مامة هبة جات لها البيت عشان تبارك لها، وقالت لها هبة اللي حصل. الأم اتأثرت جدا، بس لما سامح قعد يعيط ويبكي قدامهم ويترجاهم ما يقولوش لأهله، صدقته عشان دموعه وألمه اللي كان ظاهر جدا. الأم حاولت تهدي هبة وتخليها تتقبل الموضوع، وقالت لها تعمل ليلة الدخلة تاني من غير مشاكل، وفعلا عملوا كده. ومرت الأيام، وهبة بدأت تلاحظ حاجات غريبة على سامح. كل يوم في نفس الساعة بالظبط يقفل على نفسه الأوضة وياخد دواء ما تعرفش عنه أي حاجة، ولما حاولت تسأله عن الدواء رفض تماما يوريها أي حاجة أو حتى يقول لها اسم الدواء إيه. حتى التحاليل بتاعة الفيروس اللي اتكلم عنها في ليلة الدخلة عمره ما وريها لها، وده خلى هبة تحس بشك كبير وحيرة. هبة قررت تسيب الشكوك ورا ظهرها، ودخلت تعمل بحث عن فيروس بي. اكتشفت إنها مش مضطرة تقبل الوضع اللي سامح قاله، خصوصا لما عرفت إن في مصل ممكن تاخده يحميها منه. كمان اتفاجئت بمعلومة مهمة: سامح قال لها إنها لو عايزة تبقى حامل هيبقى حمل مجهري. هبة لما عرفت إن في مصل ممكن تاخده عشان يحميها، بدأت تفكر إنها ممكن تمنع استخدام الواقي وتحاول تحمل طبيعي وتعيش حياتها براحة وثقة أكتر. في التوقيت ده كان مر عليهم سنة ونص وهم متجوزين، وهبة بدأت تشك في سامح أكتر من أي وقت فات. إحساس غريب بيقول لها إنه مخبي عنها حاجات أكبر من فيروس بي، وإنه مش صادق معاها في حاجات كتير. بدأت تدور وراه،
وحاولت تعرف هو بيعمل ايه فعلا، وبقت تراقب تصرفاته بعين ساهرة. كل حاجة كانت بتخليها تقتنع أكتر وأكتر إن في سر كبير مش عايز يقوله لها. ومع الوقت اكتشفت إن الدواء الخاص بالفيروس ممكن ياخده في أي وقت من اليوم، مش لازم في ميعاد محدد بالدقيقة أو الثانية زي ما هو بيعمل بالظبط. راحت هبة عملت استشارات طبية وكلمت دكاترة واستفسارات سرية عن نوع الدواء اللي هو بياخده. واحد من الدكاترة قال لها بصراحة ممكن يكون عنده مرض الإيدز، وده السبب في روتينه الغريب في الدواء. الكلام نزل على هبة زي الصعقة، وشافت الدنيا بتقلب قدام عينيها، وشها اسود من الخضة والخوف. في اللحظة دي هبة بدأت تسترجع تفاصيل العلاقة الزوجية، وافتكرت إن الواقي الذكري كان ساعات بيتقطع، وساعات سامح بينسى يلبسه أصلا. الرعب سيطر عليها، وبدأت تحس بخوف كبير من إن احتمال إنها تكون اتعدت بالفيروس ده، أو حتى مرض الإيدز اللي سامح خاف يواجهها بيه. قلبها بدأ يدق بسرعة، والعالم حواليها اتلخبط، وكانت بتفكر إزاي تواجهه وتتصرف معاه إزاي. بعد ما الدكتور قال لها كلامه، نصحها تروح مستشفى حميات العباسية لإجراء تحاليل دقيقة، لأن لو سامح فعلا عنده الإيدز فغالبا الدواء بيتم صرفه من هناك. هبة حست بالخوف والقلق، لكنها عرفت إنها لازم تواجه الحقيقة مهما كانت صعبة، وقررت تاخد خطوة جريئة وتروح تعمل تحاليل لنفسها، وكمان هتسأل عليه في قلب المستشفى، وهتقول لهم إن هو مريض وعنده جلطة وهي جاية تصرف له العلاج، وهتقول اسمه، ومن هنا هتتأكد إنه هو موجود في الكشف بتاع المرضى ولا لأ. هبة وصلت مستشفى حميات العباسية، دخلت وقلبها بيدق بسرعة كأنها رايحة على غرفة الإعدام. الجو كان تقيل، والمرضى حواليها في كل حتة، وكل خطوة كانت بتخلي رجليها مش شايلاها. ولما دورت على اسم سامح في كشوفات المستشفى، قلبها وقع في رجلها من الصدمة لما لقت إنه مسجل فعلا في كشوفات المرضى اللي بيعانوا من المرض ده. في اللحظة دي اتأكدت إنها مش بس كانت مخدوعة، لكن كمان احتمال كبير تكون اتعدت هي كمان بفيروس الإيدز. دموعها نزلت من عينيها وحست بغصة في قلبها كبيرة، كأن الدنيا كلها انهارت حواليها. هبة لما بحثت أكتر في معلومات عن مرض الإيدز، فهمت إنه بيتنقل عن طريق الاتصال الجنسي أو المخدرات، وعشان سامح مش بياخد مخدرات، كان واضح بالنسبة لها إن العدوى انتقلت عن طريق علاقة غير شرعية مع حد عيان وعنده المرض. بعد ما هبة بحثت أكتر، اكتشفت الحقيقة اللي قلبت حياتها فوق تحت. سامح ما كانش بس عنده مرض الإيدز، لكن اتعدى بسبب إنه كان بيمارس الفحشاء مع الرجال. الخبر ده كان صدمة مدوية ليها، لأنها كانت بتعتقد إن جوزها إنسان عادي، لكن الواقع كان مختلف تماما. شعرت بالخيانة مش بس في المرض، لكن عشان أسرار حياته اللي كان مخبيها عليها. وجت لحظة المواجهة لما هبة واجهته بالحقيقة. سامح حاول يبدي ندمه ويبكي قدامها ويستعطفها ويقول لها كلمات الندم والاعتذار. قال لها بصوت مكسور: أنا آسف، ما كنتش ناوي أضرك، كنت ضعيف ومش عارف أتصرف. لكن دموعه واستعطافه ما قدرش يمسح الألم والخيانة اللي في قلب هبة. وبعد كل اللي حصل، هبة وصلت لقرار صعب، إنها مش هتقدر تعيش مع سامح بعد الخيانة والمرض. قررت تتطلق فعلا ورجعت لبيت أهلها. لكن للأسف كانت المفاجأة إن الناس حواليها بقت تبعد عنها. الكل بقى خايف يقرب منها ولا حتى ياكل أو يشرب معاها بسبب إنهم خايفين إنهم يتعدوا منها. هبة بقت منبوذة وحست بوحدة كبيرة رغم وجود عيلتها. بعد ما هبة لقت نفسها وحيدة، لا أهلها ساعدوها ولا حد وقف معاها، والناس كلها بتنبذها وتبعد عنها، حست إن الدنيا قفلت في وشها. في اللحظة دي رغم كل الألم والخيانة اضطرت ترجع لسامح، لأنها حست إنهم بقوا شبه بعض في المعاناة والوحدة.
رجوعها كان قرار صعب، لكن كان كأنه محاولة أخيرة تمسك فيها بحبل حياة. هبة عاشت مع سامح وهي كارهة كل يوم بيعدي عليها، لأنه دمر حياتها بكل الطرق. حست إنه حرمها من فرصة تعيش حياة سليمة، ومن حقها إنها تكون أم وتفرح بحملها وأولادها. كل لحظة كانت مليانة ألم وحسرة، وكانت بتتمنى تغير مصيرها، بس كانت محاصرة في دوامة ألم ووحدة. حبايب قلبي، لو وصلتوا معانا لحد اللحظة دي اكتبولنا في التعليقات، لو اكتشفتوا حاجة زي دي في أول يوم جواز هتتصرفوا ازاي؟ ولو كنتي مكان هبة هتفضلي معاه ولا تسيبيه فورا؟ وما تنسوش تشاركوا القصة مع حد بتحبوه عشان يكتب لنا رأيه في التعليقات لو حصل معاه لا قدر الله كده. دعمكم بيفرق معانا جدا وبيخلينا نستمر. ما تنسوش اللايك، ولو لسه معانا اكتبولنا ان احنا من الجامدين. وشكرا جزيلا حبايب قلبي، شكرا جزيلا.